في دراسة عملتها جامعة هارفارد وهي تعتبر أطول دراسة نفسية اتعملت في التاريخ، لأن هي اتعملت على مدار 80 سنة. الدراسة دي لقت إن الحاجة اللي بتحدد نجاح الشخص وصحته النفسية والجسدية وسعادته، لقوا إن الحاجة دي هي جودة علاقته مع الناس. بمعنى إن في ناس بتنجح أكتر وبتعيش أطول وأسعد بس عشان هم أذكى اجتماعيا. والذكاء الاجتماعي ده هو اللي ببساطة بيخلي الواحد يعرف يقرأ الأوضة أو يقرأ الموقف اللي هو فيه، وبيخليه يبقى عارف يقول إيه وما يقولش إيه. بيخلي الشخص ده ببساطة يحول ناس كانت أعداء ليه لناس في صفه، وبيخرجه من المواقف الصعبة وهو كمان كسبان. واعتقد ان كلنا عندنا شخص في حياتنا اللي هو ذكي جدا وشاطر جدا، بس مش بنلاقي ان هو اشطر حد او انجح حد في الحياة عموما. وعلى العكس بنلاقي عندنا ان في حد تاني ممكن ما يكونش شاطر نفس شطارة الشخص الاولاني، بس هو ناجح في حياته جدا بسبب ان هو بيعرف يتعامل مع الناس، عنده ذكاء اجتماعي. النهاردة هشرح لكم 7 مبادئ علمية تقدروا ان انتوا تتدربوا عليها وان انتوا فعلا تستخدموها علشان تنموا الذكاء الاجتماعي عندكم. وفي اخر الفيديو هقول لكم على غلطة الناس الذكية اجتماعيا بتعملها على طول وبتكلفهم حاجات كتير، فتخلوا بالكم منها. واول مبدأ ممكن ان هو يصدمكم شوية او يبقى على عكس توقعاتكم، بس ان انتوا ما تخلوش الناس تحس ان انتوا تهديد ليهم، او ببساطة ان انتوا ممكن تاخدوا مكانهم. وده لانه كتير مننا اتعود انه مهم جدا ان احنا نبين نفسنا ان احنا اكتر ناس شاطرة او اكتر ناس بتعرف تعمل الحاجة دي وكل ده، وده فعلا في اوقات معينة ممكن ان هو يبقى حلو جدا ولمصلحتكم، بس في اوقات تانية ممكن ان هو للاسف يقف في طريقكم. وده ببساطة لما بتبقوا بتتعاملوا مع حد عنده اللي هي روح المنافسة او عنده كمان ممكن شوية غيرة، فاول ما هيلاقي حد ان هو حاسس انه احسن منه هيبدأ ان هو يغير منه، هيبدأ ان هو ما يحبهوش، هيبدأ ان هو يبعد عنه، او كمان الاوحش انه يحاول يأذيه ويبعد عنه اي معلومات هو عارفها. الفكرة ان انتوا برضو ما تقللوش من نفسكم ولا من قدراتكم. الفكرة ان انتوا دايما فكروا في الموقف وادرسوه كويس، شوفوا هل الوقت ده مناسب ان انا للشخص ده وفي الموقف ده ابين نفسي وابين قدراتي، ولا الاحسن انه في الموقف ده مع الشخص ده احسسه ان هو الشخص الاذكى هنا وان انا اللي بتعلم منه. وحتى مع الناس دي انتوا تقدروا انكم تثبتوا نفسكم، بس تعملوها بذكاء وواحده واحده. يعني ممكن مثلا تدوهم الفرصه ان هم يتكلموا عن نفسهم او يشرحوا لكم حاجه، فده هيملى عندهم حته الايجو، ان هم يحسوا بنفسهم ان هم فعلا ليهم قيمه وان هم فعلا بيفيدوكوا بحاجه. وبعد كده من اللي انتوا فهمتوه منهم، حتى لو انتوا كنتوا عارفينه قبل كده، تبدأوا ان انتوا تبنوا عليه وتوروا لهم ان انتوا فعلا فاهمين. ومش عايزة حد هنا يفتكر ان احنا بنبقى people pleaser او اللي هو الاشخاص اللي بتحاول ان هي تخلي كل الناس تحبها. دي ببساطة الذكاء الاجتماعي هي استراتيجي او طريقة ان انتوا تكسبوا بيها اللي قدامكم وتكسبوا بيها المواقف لمصلحتكم. والمبدأ التاني هنسميه المصلحة الخفية، وهو ببساطة انه الناس مش دايما بتبقى واضحة او صريحة في اللي هي عايزاه، مش دايما الناس بتقولكوا على اللي هي فعلا عايزاه يتعمل ليها. في مبدأ اسمه the theory of mind، وده ببساطة هو ان انتوا تقروا دماغه اللي قدامكم، تقدروا ان انتوا بغض النظر عن الكلام اللي بيقوله ان انتوا تعرفوا فعلا الشخص ده بيفكر في ايه وحاسس بايه وبيحاول ان هو يوصل لايه. الناس العادية بتسمع الكلام وتعمل بيه وخلاص، لكن الناس اللي عندها ذكاء اجتماعي بتاخد الكلام ده وبتحاول تقرأ اللي بين السطور وبتحاول تعرف يعني هو الشخص ده ليه بيقول كده. دايما اسألوا نفسكوا ايه اللي ورا الكلام ده، او ايه اللي الشخص ده بيحاول ان هو يوصله لي. كل شخص بيبقى عنده مصلحة وبيبقى مهمة بالنسبة له المصلحة الشخصية بتاعته، فلما انتوا تفهموا المصلحة الشخصية بتاعت البني آدم اللي قدامكم، انتوا لما تبقوا بتجاوبوا على الحاجة اللي بيقولها لكم، انتوا مش هتبقوا بس بتجاوبوا على الحاجة اللي بتقولها لكم، انتوا هتبقوا بتجاوبوا على الحاجة اللي الشخص ده بيفكر فيها. ممكن تبقى حاجة قلقاه، ممكن تبقى حاجة بيحاول ان هو يوصل لها. فانتوا ببساطة اللي بتعملوه هو ان انتوا بتطمنوا الشخص اللي قدامكم، او بتحسسوه ان انتوا فاهمين هو عايز ايه، او ببساطة بتحسسوا اللي قدامكم ان انتوا هتعملوا الحاجة اللي هو فعلا عايزها تحصل، حتى لو مش بالضرورة انتوا فهمتوه ان ده اللي انتوا فاهمينه. يعني مش لازم تحسسوه ان انتوا قاريينه،
بالعكس ما اعتقدش ان دي هتبقى حاجة كويسة. يعني مثلا لو في حد في الشغل دايما كل ما تقوله فكرة يرفضها، ساعات كتير بيبقى الشخص ده مش بيرفض الفكرة للفكرة نفسها، بس لان هم حاسين انهم مش جزء منها. فممكن ببساطة ان انتوا لو قلتوا الفكرة بطريقة تخلي ان الشخص ده يبقى من ضمن الفكرة دي، تلاقوا ان الشخص اللي كان بيرفض غير رأيه وبقى بالعكس بيسبورت الفكرة دي او واقف في ظهركم فيها. وفي النقطة دي انا مش بقولكم ان انتوا تضحكوا على الناس او ببساطة ان انتوا تتلاعبوا بيهم، بس بقولكم ان انتوا تفهموهم وتحاولوا ان انتوا فعلا تطمنوهم من ناحيتكم، تحاولوا ان انتوا تدوهم اللي هم عايزينه عشان انتوا تاخدوا اللي انتوا عايزينه كمان. المبدأ الثالث وهو انك تكون شخص كريم، او انه يبقى عندك حاجة اسمها العطاء الاستراتيجي. في فرق كبير جدا بين انك تكون شخص لطيف وبين انك تكون شخص كريم. في مبدأ اسمه المعاملة بالمثل، وده ببساطة انه البني ادمين مبرمجين ان هم دايما يردوا الجميل، وده بيبقى احساس كده داخلي بالالتزام ان هم لو اتعمل لهم حاجة كويسة بيبقى دايما عندهم حتى لو في اللاوعي بتاعهم احساس ان هم عايزين يردوا الشخص ده الجميل اللي هو عمله لهم. ببساطة الكرم اللي انا بتكلم عليه هنا مش كرم مادي، لكن هو كرم في الفرص، كرم في الأفكار. لما تلاقي مثلا فرصة كويسة لحد أو حد بيدور مثلا على فرصة شغل وانت عارف ان في ايديك حاجة تعملها، دايما خد الخطوة دي، لأنه ده هيخلي الشخص اللي قدامك دايما فاكر الموقف ده ودايما عنده الإحساس انه انت كنت شريك في نجاح حاجة في حياته. مش شرط الحاجة النجاح اللي انا بتكلم فيها دي تبقى شغل، بس ده المثل اللي انا بديه دلوقتي. يعني مثلا لو حد بيدور على بيت، حد بيدور على عروسة حتى، دايما لو انت في ايدك انك تساعد الناس ساعدهم، لان ده دايما هيخلي الشخص اللي قدامك ان هو يبقى فاكر ان انت كنت شريك في نجاح حاجة معينة في حياته، وده هيخلي الشخص ده قدام لو في فرصة ان هو يرد لك الجميل ده في حاجة انت محتاجها، دايما الناس دي مش هتتأخر عنكم. فدايما فكروا فيها بان الشخص اللي انت بتساعده النهاردة الشخص ده هو اللي هيساعدك بكرة، ولو في ايديكوا حاجة ان انتوا تعملوها لحد دايما خدوا الخطوة دي حتى لو هتاخد وقت منكم. رابع نقطة بقى، وممكن حاجة ناس كتير بتشوفها ان هي حاجة قديمة، بس فعلا يا جماعة سمعتكم في اي حتة بتروحوها دايما هتبقى مهمة جدا، ويا اما هتفتح لكم ابواب يا اما هتقفل لكم ابواب للاسف. فالناس بالذات كمان اللي هي السن الصغير، لما مثلا الاهل ينصحوهم ويقولوا لكم مثلا الشخص ده مش كويس ابعد عنه، الكلام ده كله هم فعلا عندهم حق، لانه الناس مثلا لو هي مش عارفاكوا كويس بتبص على اللي حواليكوا، بتبص بقى على العيلة، بتبص على الصحاب، بتبص على دايرة المعارف، الكلام ده كله. فدايما خلوا بالكم من سمعتكم، وده مربوط بالدايرة كمان بتاعتكم، دايرة صحابكم. فدايما تخلوا بالكم انتوا بتتشافوا مع مين او مين الناس اللي انتوا دايما بتتشافوا ان انتوا من ضمنهم. النقطة الخامسة، ازاي ان انتوا تتعاملوا مع الصراع او مع اي تحديات مع شخص تاني من غير ما تخسروا، ومن غير اهم كمان ما تخسروا الشخص اللي قدامكم. الفكرة انه الناس الذكية الاجتماعية مش بتتجنب الصراعات. يعني لو عندكم مشكلة مع حد او معترضين على حاجة مثلا مع حد معين، مش الحل ان انتوا عشان تبقوا اذكياء اجتماعيا ان انتوا تتجنبوه، بس ان انتوا تعرفوا ازاي ان انتوا تتعاملوا معاه بطريقة صح، وبطريقة ما تخليش اللي قدامكم يتمسك اكتر وينشف دماغه اكتر على الغلط اللي هو يعمله او على الحاجة اللي انتوا معترضين عليها. الفكرة ان انتوا لما بتبقوا بتواجهوا حد بحاجة هو بيعملها وبتقولوا له ان هو غلط، المخ بيبتدي على طول ان هو يدخل في حالة دفاع. يعني ببساطة انتوا بتبدأوا تضايقوا وتعصبوا الشخص اللي قدامكم، وبيبدأ ان هو يدافع عن نفسه بدل ما هو يسمعكم وياخد بالنصيحة بتاعتكم. يعني انا اعمل ايه؟ يعني مثلا لما تيجي تقول لحد على حاجة انت معترض عليها، ما تروحش تقوله انت غلطان، ده على طول كده هيخلي الشخص اللي قدامكم ينشف دماغه ويتمسك بالفكرة اكتر. طب اعمل ايه؟ بدل ما تقولوا انت غلطان، قولوا انا فاهم وجهة نظرك، بس انا عندي نقطة حابب ان انا اضيفها، او مثلا انا فاهم وجهة نظرك بس خليني اضيف لك نقطة تانية ممكن ان انت تكون مش واخد بالك منها. وبدل ما تتحدى الشخص اللي قدامه، اسأله سؤال خليه هو اللي يفكر في الاجابة اللي انت بتحاول ان هو يوصل لها، وبكده هو هيحس ان هو اللي وصل للاجابة دي او للاستنتاج ده، وهيبدأ ان هو يتقبلها بشكل احسن من لما انت اللي تيجي تقوله عليها. لانه خلوا بالكوا الفكرة مش ان انتوا
تثبتوا ان انتوا صح، لان ممكن تثبتوا ان انتوا صح بس تخسروا الشخص اللي قدامكم، وكده تبقوا خسرتوا اكتر بكتير. الفكرة ببساطة هي ان انتوا توصلوا وجهة نظركم للشخص اللي قدامكم مش اكتر، من غير ما تخلوا الشخص اللي قدامكم ده يبقى عنده مشاعر سلبية تجاهكم. نقطة رقم 6 وهو السمول توك. السمول توك ده اللي هو الكلام البسيط الصغير، اللي هو مثلا ممكن يبقى عن الجو، ممكن يبقى عن الكورة، ممكن يبقى عن مسلسل، ممكن يبقى عن اي حاجة. بس السمول توك ده هو اللي انتوا من خلاله تقدروا تفتحوا مجال للكلام مع حد، او العكس، او الحد ده يفتح مجال للكلام معاكم. فدايما لما حد يجي يكلمكم في حاجة small talk او اللي هو يقول لكم اي حاجة بسيطة، حاولوا ان انتوا توسعوا الحوار، يعني ردوا عليه وابدأوا اسألوه انتوا كمان اسئلة، تخلوا الحوار ده يفضل داير، لانه غالبا اللي بيجي يكلمك في حاجة بسيطة زي كده هو بيحاول يفتح معاكم الحوار. فما تردوش على قد السؤال وتروحوا قافلين الكلام. حطوا دايما في دماغكم ان السمول توك ده هو مجرد باب بتفتحوا منه الكلام مع حد تاني او العكس. النقطة رقم 7 والأخيرة، وهي الغلطة اللي قلتلكم ان في ناس كتير بتعملها، وهي انه ناس كتير ذكية اجتماعيا بتفتكر ان هي ممكن تقدر تفضل تحاول اكتر واكتر مع الشخص اللي قدامها، وده غلط. لانه ساعات كتير ببساطة بيبقى اقوى من الكلام هو الانسحاب، او ان انتوا ما تقولوش حاجة خالص. ببساطة توروا اللي قدامكم ان انتوا خلاص مش موجودين، وهو ببساطة هيبدأ يستوعب هو خسر ايه. وفي النقطة دي انا مش بقصد بيها ان انتوا تبقوا خبثة او ان انتوا تضايقوا اللي قدامكم، بس ببساطة ان انتوا تعرفوا اللي قدامكم ان انتوا فعلا كان ليكوا قيمة في حياتهم، وان انتوا فعلا وجودكم بيفرق، بدل ما انا اللي افضل احاول اقنعه بالكلام واقول له اصل انا بعمل واصل انا بسوي. لا خلاص، ببساطة كل الحاجات اللي انتوا بتعملوها للشخص اللي قدامكم بطلوا تعملوها، بطلوا تتكلموا وبطلوا تسألوا وبطلوا تدوا اهتمام خالص، لانه ساعات كتير ده اللي هيخلي الشخص اللي قدامكم العكس، بدل ان انتوا بتحاولوا تجروا وراهم هم اللي بقوا يجولكوا، هم اللي بيحاولوا يشدوا انتباهكم تاني عشان يرجعوا الحاجة اللي هم خسروها لما انتوا مشيتوا. ودايما افتكروا ان ببساطة الذكاء الاجتماعي مش بس هيفتح لكم ابواب، بس هيخلوا كمان حياتكم علميا، هيخلوا حياتكم اطول، هيخليكوا اسعد، هيخليكوا ان انتوا تبقوا اقل عرضة للاكتئاب والاجهاد. وده وفقا للدراسة اللي اتعملت من جامعة هارفارد على مدار 80 سنة. سؤالي بقى ليكم في الكومنتات، اكتبوا لي ايه اكتر نقطة فعلا حسيتوا ان هي اتعملت معاكم او فرقت معاكم هتبداوا ان انتوا تعملوها. ولو حبيتوا الفيديو ده ما تنسوش ان انتوا تعملوا له شير مع حد ممكن ان هو يستفيد بيه، واعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه.